السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انتوا وحشتوني 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 من اخر فيديو انا صورته معاكم. بقيتوا بتوحشوني كتير كتير كتير. انا راجعه لكم في فيديو جديد وروتين جميل قوي 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 هيعجبكم وعملت فيه حاجات كتيرة وبصوا فيديو كده ايه فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. هيعجبكم قوي قوي قوي، بس يا ريت تكملي معايا الفيديو للاخر. اتمنى 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 ان انت تكملي معايا الفيديو للاخر. لو انت مش حابه تكملي الفيديو معايا للاخر تعملي لي لايك. اوعي تنسي اللايك وكومنت حلو كده من ايدك الحلوه، زي ما دايما بتكتبوا لي كومنتاتكم الحلوه. حبايبي واخواتي متشكره لكم جدا على كومنتاتكم الجميله وكلامكم الجميل وكلامكم اللي بيديني دعم نفسي كده وبيكبر بخاطري. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبروا بخاطري ويفرحكم فرحه كبيره تدمع عليها عينيكم زي ما بتفرحوني. ولكم بالمثل كل كلمه انتوا بتقولوها لي. ربنا يخليكم يا رب ويفرحكم ويرزقكم بالسعاده وراحه البال والذريه الصالحه للي ما خلفتش. وربنا يوفقكم يا رب في حياتكم ويخلي لكم اولادكم ويرزقكم بفرحة كبيرة مليها أول من آخر، ويكبر بخاطركم جبرا يستعجب له أهل السماء والأرض كل الهنا والسعادة والسرور. أنا أتمنى لكل أخت بتدخل وبتكتب لي تعليق حلو أوي 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 من إيديكم الجميلة. ربنا يخليكم ليا يا رب ويفرحكم زي ما بتفرحوني. سعيدة بيكم جدا 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 وبكلامكم وبتعليقاتكم. والله العظيم بجد بجد سعيدة جدا. حاسة إني أحسن حاجة، أكتر حاجة عجباني في حتة القناة واليوتيوب كده ان في ناس في ناس كده جميلة بتسأل عليا، وفي ناس في تواصل كده بيني وبينكم. ربنا يخليكم ليا يا رب ويفرحني وافرح بيكم كده وتكتبوا لي عنكم كده كل الفرح والخير والسعادة زي ما بتكبروا بخاطري. فرحانة بيكم جدا جدا وبكلامكم وبتعليقاتكم وجبر الخواطر. والله العظيم يعني جبر الخواطر ده ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري يا رب. اما الناس الجديدة نورتوني وكترتوني وفرحتوني وأسعدتوني ونورتوا القناة. وعلى راسي كل أخت دخلت عندي القناة وكتبت لي كلمة حلوة لك بالمثل زيها كده بالظبط يا حبيبتي. ويجبر بخاطرك كده زي ما جبرتي بخاطري وفرحتيني بكلامك الحلو. ربنا يبعت لك فرحة زي اللي فرحتيني بيها كده بكلامك وتعليقاتك الجميلة. كل أخت أنا بحبكم جدا 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 وسعيدة بيكم جدا جدا. انا بصراحة كسبت ناس حلوة من القناة ديت. كسبت ناس والله العظيم بجد بجد مش لاقية كلام اوفيكوا بحقكم. مهما هتكلم من هنا للسنة الجاية مفيش كلام يوفيكوا حقكم. ربنا يخليكم ليا يا رب ويرزقكم راحة البال والرزق والسعادة ويوسع رزقكم ويفرحكم كده فرحة كبيرة يا حبايب قلبي. انا النهارده كده ايه خدت معاكم الفيديو من اوله، من اول ما عملنا الفطار كده. بقالي كتير كتير ما حضرتش فطار على القناة. قلت اعمل فطار بقى جميل كده، فطار الشعبي بتاعنا العادي خالص. الفطار دوت انا ما بنعملوش كتير عندي في البيت، مش عشان احنا ما بنحبوش، لا بنحبه طبعا. كلنا بنحب الفول والطعمية الحمد لله ونعمة، ربنا ما يحرمنا منها يا رب. بس ايه مش بعمله كتير عندي الفطار دوت. بخلي كده ايه يعني بنسهل على نفسنا اكتر، بنفضل اكتر 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 يعني شاي بلبن. اي حاجة جنب شاي بلبن، اي حاجة جنب شاي بلبن. يلا يا حبايب قلبي نصلي على النبي. يلا كلنا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا حبايب قلبي كلنا نصلي على الحبيب المصطفى ونستغفر الله كتير كتير كتير. عفوا يا حبايب قلبي، زوري لسه وجعني، البرد مش عايز يخرج مني. بصوا النهارده فيديو عامله لكم فيديو جميل قوي هيعجبكم قوي قوي قوي. عملت فيه حاجات كتير هتعجبكم هتشجعك وهتخليكي تقومي كده تطلعي تجري في الشقه عندك. ما تكسليش وما تسقعيش. والله العظيم انا سقعانه جدا، مش هخبي عليكم سقعانه جدا اليومين دول. الجو ساقعه قوي قوي قوي، بس بحاول اقوم على قد ما اقدر واتحرك عشان ما لو كسلت مين هيعمل لي. انا بقول لنفسي كده انا كسلت مين هيعمل لي ومين هعمل يعني هعمل. والجو ساقع بصراحة فبعمل برضو، بقوم مجرد ما بقوم اشتغل وامد ايدي في الشغل بحس ان خلاص انا تفيت وجسمي سخن بقى. فشغلانه بتجر الشغل كله اللي عندي في البيت. بص حضرت فطار جميل كان عايز بقكم، بس ده مش قيمتكم والله العظيم. انتوا عايزين الدنيا والاخره كلها تحت رجليكم. عمرت بطاطس وعملت فول وطعميه بالبيض
وجبنه قريش جميله 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 دلع خالص. وطلعت اللفت بتاع هبه بقى الماتشين. بصوا قمر قمر قمر، كلنا بقى بصراحه. وبعد ما كلت وشربت الشاي ابو لبن بقى حسيت ان انا ايه، هتقل بقى وخلاص بقى كده عايزه انام. رحتي قلتي لا يلا يا بنتي هبه قومي ما تكسليش بقى وما تسقعيش. كلت والله العظيم من هنا وعايزه انام من هنا. ولادي كلوا ودخلوا كل واحد قعد على سرير وحطوا البطانيه عليهم. وانا بقى قمت لا، قلت لا، وعندي مواعين وعندي غسيل وعندي شغل ادي كده. غسلنا النهارده مع بعضينا وصبنا وعملنا حاجات كتيره حلوه هتعجبك وهتقوم تشجعك وتخليكي تقومي كده. لو وراكي حاجه قومي ما تكسليش، وانا بقول لك اهو من هنا قومي ما تكسليش، عيني البطانيه وانزلي على طول على الشغل اللي عندك خلصيه. هتلاقي نفسك كده اتشجعتي وخلصتي. بس دعمكم ليا يا حبايب قلبي، ما تنسونيش في لايك حلو كده من ايديكم عشان هو اللي بيرفع الفيديو. خلي القناه تترفع وتتشاف، يعني خلي القناه تكبر ليكم وبيكم يا حبايب قلبي. بصوا هنا كان عندي كميه مواعين طبعا كالعاده. خلاص انتوا اتعودتوا مع هبه. شغلت الميه السخنه، شغلت الميه السخنه ورحت مسكت اول حاجه بحب اصبنها الكوبايات. شغلت الميه السخنه ورحت قلت يلا بقى مسكت المواعين صبنتها كلها، جريت المواعين كلها. كان عندي مواعين بعد بقى اللي طلع من الفطار، وكان عندي حلل بقى فضيتها وصبنت كل المواعين. خليت المطبخ فله وشمعة منورة. كان في حبيبة قلبي بتقولي كل ما بشوفك بتصبني نفسي بتتفتح ان انا ادخل عندي المطبخ واصبن واشطب المطبخ زي ما انت ما بتشطبي المطبخ كده. يعني فتحتي نفسي وشجعتيني والله العظيم بجد بجد. كلامكم ده بيفرحني قوي قوي قوي، وببقى سعيدة بيه ان احنا ايه بنلقى نفسنا، يعني ايه في الاول وفي الاخر بنلاقي نفسنا ايه ان احنا شكل بعض في حاجات كتيرة. احنا شبه بعض في حاجات كتيرة، بنشجع بعضينا وان احنا يعني هو هدف الفيديوهات اصلا ان احنا نشجع بعضينا. ما انت اكيد بتعملي كل حاجة في بيتك وانت شطورة وبتعرفي تصبني وبتعرفي تمسحي وبتعرفي تعملي كل حاجة. يعني اللي هيدور عليكم اصلا هيلاقيكم انتوا اشطر مني. بس اني انا عشان ايه يعني هدف الفيديو بنشجع بعضينا. لو انت سقعانة كده زي هبة وكسلانة كده زي هبة، لا هتقومي بقى مش هتكسلي ومش هتسقعي. والشتا ديت على قد ما انا بحبها ومن عشاقها ومن يعني الروح الشتا ديت، بس لا بقوم برضو بس والله العظيم الشتا برضو حلوة في حاجات قوي. يعني بقوم وبخلص كل اللي ورايا وبخلصها اوام اوام. وبقعد بقى بقفل شقتي بعد ما بفتحها واروح مقفلاها بقى كده، بكون مغيره الجو بتاعها وريحه النظافه بقى وان انا ببقى مظبطه. واروح بقى ايه خلاص بلاقي الدنيا مجرد بقى ما بنقعد بقى خلاص وبندفى خلاص. لكن عكس الصيف بقى فرهضه وتلزيق وحر وحاجه بصراحه وجع قلب الحر ده. وبصوا مهما نخش ناخد شاور ومهما بصوا لا حرانين مفيش. لكن الشتا عارفين قديتها والله العظيم. الشتا عارفين ديتها، بتخلصي اللي وراكي تنضفي شقتك تخليها كده زي الفل، منضفه مطبخك مخليه كده فله وشمعه منوره، ومفيش مش مخليه اعزكم الله زباله في مطبخك، عامله غداكي وشقتك كده فله وشمعه منوره. تقعدي بقى كده قدام تستقني كده قدام التلفزيون. حلوه تستقني دي، تستقني قدام التلفزيون كده ولا قدام تليفونك، ولا تقعدي تعملي الورد بتاعك اليومي. تبقي عندك ثقة كده بنفسك ان حواليكي كده الشقة ايه خلاص فل. انا احب بص اخلص كل اللي ورايا واخش اقعد في اوضتي بصراحة كده على سريري وافرد البطانية بتاعتي عليا وبصوا اقعد بقى ايه كنت اعمل الورد بتاعي اليومي. اشوف ارد على تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني، اتابع حاجة في التلفزيون. بصوا تبقى احساس بقى ايه ان خلاص انتي كل حاجة كده بره تمام التمام، وشقتك كده فله ونضيفه وريحتها حلوه. جالك اي حد ما جالكيش اي حد، انت قاعده كده عندك ثقه بالنفس. النظافه دي بتدي ثقه بالنفس والله العظيم بجد. ثقه بالنفس مفيش احسن منها. لكن هتقولي ايه انا خلاص شويه اقوم اصبن المواعين، شويه اقوم اكنس معرفش الشقه، شويه طب شويه امتى؟ ما انت كده عليكي وكده عليكي. هتدوري مش هتلاقي حد اساسا بيجي يعمل لك حاجه. يعني انت اللي هتقومي تعملي كل حاجه. فليه ما خلصش حاجتي اول باول
وتقومي يعني تخلصي حاجتك اول باول كده، وتروحي قاعده بقى كده بالك رايق وذهنك صافي كده، ولو وراكي مشوار تقومي تعمليه بدري. يلا قولولي بقى كده في التعليقات، فرستوا تفريزات رمضان عشان نبقى فاضيين كده، فاضل شهر ونص على رمضان يا حبايب قلبي، كل سنه وانتوا طيبين، ويجي عليكم بالخير والفرح والسعاده والسرور، واللهم بلغنا رمضان لفاقدين ولا مفقودين. يجي علينا كده واحنا ايه مفرزين حاجتنا، عشان ايه ما ننزلش السوق في رمضان كتير. يعني ما ننزلش السوق سبب التفريزات، ان احنا نوفر وقتنا اكتر، ان احنا ايه مثلا نقعد نخلص الورد بتاعنا، نصلي صلاة التراويح. يعني كل واحد بيبقى كده، انا ليا طقوس في رمضان وانتي ليكي طقوس. سبب التفريزات ديت مش ان احنا مثلا جايبين تفريزات يعني ان احنا مثلا عاملين التفريزات عشان لا توفيرا بس للوقت، بدل ما ننزل كل يوم السوق، لا يبقى عندك الحاجة في التلاجة بتطلعيها جاهزة، تتقفل كلها، مش هتاخد منك ساعة. والله انا عن نفسي ما بتاخدش مني ساعة خالص كل التقفيلات، ببقى مظبطة كل حاجة ومفرزة كل حاجة. يعني ايه الاكل ما بياخدش مني بالظبط ساعة. اخلص بقى الورد اليومي بتاعي واقعد اصلي واقعد اسمع الاحاديث الجميلة 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 اللي بتيجي في اذاعة القرآن الكريم. بصوا في احاديث كده بسمعها، وفي برامج كده بسمعها، بحب اتابعها قوي 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 في رمضان. يعني بحب اتابعها قوي، فاهمين حاجات دينية، يعني هي كلها حاجات دينية، مش مسلسلات ولا كده، دي في اذاعة القرآن الكريم، حاجات دينية بستفيد منها كتير قوي، وحاجات جميلة بصراحة. فانا بوفر وقتي، يعني بستفيد، بعمل دلوقتي كل شغلي تفريزات رمضان وحاجة رمضان عشان استفيد بوقتي لإيه للصلاة والعبادة، عشان رمضان للصلاة وللعبادة، مش للأكل بس. طبعا لازم، ده حياة، ان احنا لازم هناكل ونشرب لان احنا صايمين، ومعانا ولادنا برضو بيبقوا صايمين وكده. بس مش كل حاجة برضو هتبقى الأكل والشرب. هنعمل كل حاجة، فبنعمل على نفسنا، بنسهل على نفسنا. هنا بقى خلصت معاكم المواعين، وكنت صبنت المواعين كلها وخلصت المطبخ. بصوا خليته كده فله، مرضتش طبعا اجيب معاكم غسيل البوتاجاز ولا كنس المطبخ، ولا مسحته بقى هنا بصراحة. كنت جايبة حاجات من السوق، فاتضايقتش بقى من رحت شيلته ومسحته وصبنت البوتاجاز، ورحت قافله بقى الفيديو، دخلت خدت شاور ورحت مصليه الظهر. وبعد كده رحت، كان ده بعد اذان الظهر على طول، غسيل الفراخ بعد اذان الظهر، دخلت خدت شاور وغيرت هدومي، ورحت بقى قلت اغسل بقى معاكم الفراخ وايه، وعلقت بقى انا على الغدا. في حاجات كتيره ما بعملهاش طبعا من قدام الكاميرا، برضو بختصر عليكم عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديوهات. في ناس قالت لي الفيديو المره اللي فاتت كان طويل، فبلاش الطويل دوت، وناس تقول لي لا طولي الفيديو. فانا مش عارفه والله بقى ايه، يعني انتوا قولوا لي اعمل ايه. يعني ناس قالت لي لا ما تطوليش، وناس قالت لي لا طولي، فانا مش عارفه بقى اعمل ايه بصراحه. فانا هنا بصوا رحت بقى ماسكه الفراخ غسلتها، وهعمل انا الغدا مع نفسي. دي فراخ بلدي حبايب قلبي، اللي انا قايله لكم عليها قبل كده. انا بحب اجيب الفراخ البلدي العتائي، ديت اسمها العتائي، اللي بتاخد سوا شوية على النار. بحبها عشان بحب شوربتها، بستفيد بالشوربة بتاعتها، بعمل عليها محشي، اعمل عليها خضار، اعمل عليها صينية مكرونة بشاميل، صينية رقاق، يبقى معايا الشوربة بتاعتها دسمة. تبقى ايه انا مستفادة منها. بحب الشوربة بتاعتها، وهي عموما الفراخ ديت انا بحبها جدا. يعني احنا بنحب الفراخ دي، وبنحب البيضة برضو، بس البيضة بجيبها لصينية فراخ، لصينية بطاطس قصدي. لو هعملها صينية فراخ ني في ني على البوتاجاز، لو هعملها فراخ مشوية اللي هي الفراخ البيضة، ليها برضو استخدامات عندي كتيرة وبحبها، بنحبها. كل نعمة ربنا وكل يعني كل نعمة ربنا حلوة وخير ورزق من عند ربنا، ما بنقولش على حاجة وحشة ولا على حاجة لا. بس ديت لما بكون عايزة شوربة ومحتاجة شوربة، او هعمل اكل محتاج فيه شوربة، فبجيب الفراخ الايه العتاقي دي. وجسمنا محتاج لكل حاجة، محتاج لده ومحتاج لده. ناس بتقولك لا الفراخ البيضة ما فيهاش اي غذاء، والله العظيم بتبقى حلوة وزي الفل ومسكرة. اعملي لها بس انتي تتبيلة حلوة، واغسليها غسلة حلوة كده بالليمون، واعملي لها تتبيلة كده حلوة، هتبقى اجمل من اي حاجة. وانتوا كلكم ستات بيوت شاطرين، وهتبقى من ايديكوا عسل عسل عسل، كل الاكل زي قلوبكم العسل كده.
وكلامكم العسل. بصوا هنا بقى ايه البيض بتاعها والكبدة والقناصة. ده بقى كده ده حاجة تانية كده. ده بقى كده حاجة تانية. السمنة، بصوا السمنة بتاعتها صفرة ازاي. والله العظيم طلعت لي كمية سمنة كانت صفرة وشفافة كده، وكانت جميلة جميلة جميلة. هنا بقى غسلت الفراخ وعملت انا بقى الغدا مع نفسي. هنا كان الغدا كله على البوتاجاز، ورحت بقى ماسكة ايه، دخلت هنا على أوضة ولادي. يعني ايه، بصوا كانت عايزة تتولع فيها. والله العظيم كانت عايزة تتولع فيها. غسلة غسيل ولماه. وبصوا طبعا حاطينه على السرير. وهنا بقى ايه الكتب بتاعت شروق. طبعا شروق لسه تالتة ثانوي، الحبايب قلبي اللي لسه داخلين معايا القناة جداد. عندي شروق تالتة ثانوي، طبعا ملهاش امتحانات نص سنة. عمرو اللي ليه امتحانات نص سنة خلص الحمد لله وخد الأجازة الحمد لله. يعني ربنا يطمنا عليهم كده يا رب، ويكتب لهم النجاح. بس لسه النتيجة ما جبناهاش. ربنا يطمنا عليهم يا رب كلهم، ويطمنا عليهم كده ايه، ويفرحنا بيهم كده فرحة ايه، فرحة كبيرة يعني بنجاحهم كده. هنا مسكت بقى الغسيل قلت اطبقه. كانت هدوم خروج ليهم، قلت غسلها لهم يعني غسلة كده، ولمتها قلت لهم ايه خدوا حطوها لي في الأوضة. انا كده كده هاجي ايه هروق الأوضة وانضفها. طبعا كانت مقلوبة كده قلبة مقلوبة بقى طبعا. العادة قعدتهم فيها، هم بيقعدوا في كل حتة شوية، في كل حتة شوية هم بيقعدوا. ربنا يخليهم يا رب، ويعيشوا يكركبوا ويعيشوا يعملوا، واحنا ننضف وراهم. ربنا يبارك فيهم يا رب. فهو بصي مسكت بقى هنا كده الغسيل معاكو، قلت اطبقه كده. كان هدوم خروجه بتاعتهم غسلها لهم، قلت اطبقها كده بقى معاكو. وخليت الأوضة خرجت منها زي الفل. والله العظيم خرجت من الأوضة خليتها لهم كده زي الفل. يلا بقى قومي لو انتي كسلانة، قومي ما تكسليش. قومي كده ما تكسليش واعملي كل اللي وراكي، وايه وشهيصي شقتك كده ونضفيها وعطريها. الشتا حلوة بقى ان انتي مهما تنضفي ومهما تعملي ما بتبقاش فيها تراب زي الصيف. يعني النظافة بتبان، ممكن تقعدي على التنظيفة يومين كده تحسي ان مفيش تراب كتير، مفيش عفرة، مفيش حاجة. يعني لو ترابة ناعمة كده بس هتبقى ايه يعني حاجة بسيطة، مش زي ما يكون زي الصيف. الصيف بصراحة مهما ننضف، لا الصيف بيبقى ترابه كتير قوي قوي قوي. لكن الشتاء بصراحة لا، الشتاء مهما بتنضفي وكده بيبان عليها النظافة، بس الكركبة بقى، الكراكيب بقى بتاعتنا والقعدة بتاعتنا يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا حبايب قلبي بقى اللي مش مشتركين معايا في القناة، عايزة أعرف بقى لغاية دلوقتي انتوا مش مشتركين ليه؟ اشتركي كده وإن شاء الله هتحبيني كده على طول. واحنا بنعمل هنا في قناتنا كل حاجة، روتينات وتنظيفات. هي قناة أصلا روتينات وتنظيفات، بس بشارك معاكم يومي وكلنا بنستفاد من بعضينا. فقناتي هتعجبك، ادخلي كده ان شاء الله بأمر الله، وانتي مش هتندمي ابدا ان انتي دخلتي واشتركتي. هنا مسكت السرير نفضتها تنظيفة محترمة من اي حاجة ترابة، اي حاجة كده عليها. وهفرش المفارش تاني اللي هي الدفاية ديت ما توسختش، يعني ما حسيتها نضيفة لسه مش ما توسختش وكده. بصوا رحت ايه مرجعاها كده تاني، بس نفضت السرير تنظيفة محترمة. او هبدأ ارجع كل حاجة كده مكانها. يلا قومي تشجعي، مش عايزاكي تكسلي في الساعة اللي احنا فيها دي. قوموا بقى كده ما تكسليش، وقومي تشجعي واعملي كل اللي وراكي. كل اللي وراكي كده قومي اعمليه زي البت هبة كده وتشجعي. ودفي شقتك هويها ودفي. بصي انا هنا فتحت الشباك، لازم افتح الشبابيك اهوي، لازم اغير الجو حتى لو الجو تلج بره. هو طبعا اليومين دول ساقعة جدا جدا جدا، والله العظيم الجو بجد بجد ساقعة. بس هنعمل ايه، لازم افتح وهوي واغير الجو برضو، اغير جو الشقة. هبصوا هبدأ ان انا هنا ايه ارجع نفضت السراير تنفيضة حلوة، وابدأ ايه افرش كده الحاجة تاني وخليها كده ايه زي الفل. خليت الأوضة يعني المعالم بتاعت الأوضة بانت. عايزاكم ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك لو انتي اول مرة تشوفيني، وكومنت حلو كده من ايديكم، تقولوا لي بتتابعوني منين وانتوا منين، وتقولوا لي كل حاجة كده
يعني ايه في الكومنتات. حبايب قلبي اللي بيدخلوا بصمت وبيخرجوا بصمت، مش عايزاكم تدخلوا بصمت ولا تخرجوا بصمت، اتكلموا ما تتكسفوش. انا بطلع ارغي اهو، برغي كتير كتير كتير. شفتوا بقى حد بيرغي كده ادي. بصوا مسكتش هنا الاوضه كنستها كنسه محترمه، وطلعت منها كميه ورق. بصوا واكياس، الاكياس دي بقى ايه؟ ما اوراقه اللي فيها يعني. جايبين شيبسي وجايبين بسكويتات، شمعدانات، شوكولاتات، حاجات كده من السوبر ماركت، وحاطين في قلب الاكياس دي. بصوا لميت الترابه كده الناعمه و... ولمعت كل السيراميك الباين دوت. عملته يعني عملته بالشرشوبه كده بحبه كلوروكس وحبه داوني. بس للاسف بقى التليفون ما جابهاش اللقطه ديت. اهي بصي نضفت بقى الأوضة كده وخليتها كده زي الفل، خليتها كده فلة وشمعة منورة. والله العظيم خليتها كده فلة وشمعة منورة. يلا ما تنسونيش في لايك لكل اللي بيحب يبقى، وكومنت حلو من ايديكم. مش عايزاكم تنسوني كده بكومنت حلو ولايك حلو. يا رب اجعلني خفيفة كده على قلوبكم، تكونوا طلعتوا مني حتى لو بتشجيعة بسيطة. وده كده الفيديو بتاعي حبايب قلبي، اشوف وشكم بخير وعلى خير في فيديو جديد. وربنا